من الشوارع للعالمية، قصة نجاح فخر العرب، بس المرة دي مش المصري، لا، المرة دي الجزائري محارب الصحراء رياض محرز. مفيش شك بان الجميع استمتع بمهارات اللاعب الجزائري، لا وكمان شفنا قدراته اللي ملهاش حل، اللي لفتت انتباه جميع مشجعي الدوري الانجليزي وخلت منه واحد من اكتر اللاعيبة شهرة في الدوري. لكن قليل جدا من الناس اللي عرفوا مين هو رياض محرز وقد ايه هو كافح وتعب علشان يوصل اللي هو فيه دلوقتي. من بين قصص نجاح المشاهير حول العالم تعتبر قصة رياض محرز اكتر تأثير والهام وعظمة. حكاية لاعب مغمور من الدرجة الثانية في الدوري الفرنسي لهداف الدوري الانجليزي الممتاز، قصة كده هتبين لك قد ايه حكايته ما كانتش سهلة خالص. قصة تأكد لك انه كان نموذج عظيم تحطه قدامك لما تقرر تحقق هدف ليك وخايف من الفشل. علشان ما اطولش عليك خلينا ندخل في التفاصيل على طول. اتولد رياض محرز في مدينة سارسيل في فرنسا، اب جزائري وام من اصول جزائرية مغربية. والد رياض محرز كان من الناس اللي غاوية كورة، كان دايما بياخد رياض معاه في اي مشوار كروي على امل انه يبقى لاعب كرة قدم كبير. وعليه يا سيدي انتقل حب كرة القدم من الاب للابن، بس للاسف الحلو ما بيكملش. مجرد ما رياض كمل 10 سنين اتفاجئ بموت والده بأزمة قلبية. وبرغم من ارتباط رياض محرز بوالده ارتباط شديد، لأن وفاة والده كانت سبب قوي جدا في زيادة إصراره إنه يبقى لاعب كبير علشان يحقق حلم والده اللي عاش ونفسه فيه. وبالرغم من إن محرز كان مصر جدا على النجاح، إلا إن الحلم فعلا كان صعب وبعيد قوي، لدرجة إن رياض محرز وهو عنده 18 سنة كان لسه بيلعب في فريق بلده في فرنسا. خلينا أكلمك عن بداية انطلاق رياض محرز. على الرغم من إن في فرق كتيرة كانت بتتجاهل رياض محرز بسبب إن جسمه كان رفيع كده، إلا إن مهاراته العظيمة كانت السبب في لفت الانتباه ليه. بدأ نجم رياض محرز يظهر واسطوعه يزيد لما انضم الفريق الفرنسي AAS ساركليس سنة 2004. وقتها خد رياض تجربة والأروع قدر يثبت فيها نفسه قدام الجميع. في سنة 2009 انضم رياض لفريق CFI كيومبر، ووقتها شارك في 22 مباراة وسجل هدفين في موسمه الأول مع النادي. كانت بداية انطلاق رياض اللي بجد لما انضم النادي لوهافر سنة 2010، وده كان نادي في الدرجة الثانية في الدوري الفرنسي. والنادي ده كان بيحب يضم اللاعبين الشباب المحترفين اللي عندهم مواهب ونجمهم بدأ يظهر، وقال علشان يقرر ينضم النادي لهوفر. هو قرار غريب شويه، بس ان دل على حاجه هيدل على ان الكوره كانت بالنسبه للرياض مش مجرد فلوس وشغلانه، لا دي كانت حب وشغف حقيقي. بدا محرز في فريقهم الاحتياطي الهوفر الثاني، وده كان قبل ما يلعب 60 مره ويسجل 6 اهداف لفريقه الاول في الدرجه الثانيه من الدوري الفرنسي من سنه 2011 لحد ما سابهم في يناير 2014. لما كان محرز بيلعب في الهوفر الفرنسي كان مدير انتقالات ليستر سيتي ستيف وولش بيراقب زميله في الفريق ريان مينديز، ولكن بدل ما يركز مع زميله شاف وقتها رياض وقد ايه هو شخص مهاري واعجب بلعبه جدا وبادائه. لكن محرز وقتها ما كانش عمره سمع عن نادي اسمه ليستر سيتي لحد ما جينا 11 يناير 2014 علشان وقتها يوقع عقد مع ليستر سيتي مدته 3 سنين ونص مقابل 450 الف جنيه استرليني. في البدايه كان اهله واصحاب محرز قلقانين جدا من انتقاله للدوري الانجليزي، اللي هو ده دوري تكسير عظام ولعب موت، وازاي هو هيبقى قادر يجاري اللعب بجسمه الرفيع ده، لدرجه ان هم قالوا له ان جسمك ده الانسب ليه انك تلعب في الدوري الاسباني، حاجه هينه كده بالنسبه للدوري الانجليزي. وقتها ناس كتيره قالت لمحرز ان جسمك رفيع ومش هتنفع في اللعب في الدوري الانجليزي، لكن لعب محرز واداؤه في الملعب كان رد كافي جدا انه قدر يسكتهم ويعرفهم انه جدير باللعب في الدوري ده. نيجي لظهور محرز في الاول مع النادي كان في 25 يناير 2014 في الدقيقه 74 لما نزل وقتها بديل الجناح لويد داير. سجل وقتها هدفه الاول للنادي ضد غريمه المحلي نوتفهام فورست، وده كان سبب ان محرز بقى يلعب اساسي في صفوف ناديه. وبفضل محرز وادائه انهى ليستر سيتي الموسم كفائز للبطوله ورجع للدوري الممتاز الاول بعد غياب 10 سنوات. لما بقى محرز سبب في صعود ناديه للدرجه الاولى ده خلى الانظار كلها تتجه عليه، بالذات من نادي مانشستر سيتي احد اقوى انديه الدوري الانجليزي. علشان نيجي ليوليو 2018 وبعد ما لعب محرز 4 سنين مع ليستر سيتي خدت قصه نجاح محرز منعطف تاريخي لما انضم لصفوف نادي المان سيتي بعقد لمده 5 سنين خلت رسوم انتقال محرز حوالي 60 مليون جنيه استرليني علشان يبقى اغلى لاعب افريقي في الوقت ده، وكمان تبقى اغلى صفقه قام بيها نادي مانشستر سيتي في تاريخه. علشان يبدا محرز اول خطوه حقيقيه للقمه لما فاز بدرع الدوري الانجليزي لكره القدم سنه 2018 مع المان سيتي، وبعدها فاز بلقبه الثاني كاس الاتحاد الاوروبي ضد تشيلسي، وكمان فاز بجائزه افضل لاعب في كاس الاتحاد مع انه ما شاركش في المباراه النهائيه. بعد ما قضى محرز مع المان سيتي حوالي 5 سنين حفر فيهم اسمه بين ابطال الدوري الانجليزي، علشان نيجي في 15 يوليو 2022 واعلن وقتها المان سيتي ان محرز وقع عقد جديد لمده سنتين، وده اللي هيضمن بقائه مع النادي حتى عام 2025. وفي النهايه رياض محرز يقرر انه يغادر الدوري الانجليزي عشان يروح للدوري السعودي بعد ما اصبح اكتر لاعب افريقي صناعه لاهداف في تاريخ البطوله.
خلينا نتكلم عن انجازات محرز في الدوري الانجليزي الممتاز. محرز بقى اللاعب الافريقي الاكثر تتويجا في تاريخ المسابقه، فاز محرز ب4 القاب مع السيتي في 2018 2019 و2021 2022 و2022 2023، وما ننساش لقبه مع ليستر سيتي عام 2015 2016، وده اللي خلاه متقدم على دروجبا اللي فاز ب4 القاب بس مع تشيلسي، وكمان متقدم على اسطوره ساحل اللاعب جايا توريه اللي فاز 3 القاب بس مع السيتي. وكمان صنع محرز التاريخ بثلاثيه على ملعب ويمبلي بالفوز 3-0 في نص نهائي كاس الاتحاد الانجليزي على شيفيلد يونايتد في 2022 2023. وكمان اصبح اول لاعب في مانشستر سيتي يسجل ثلاثيه في ويمبلي سواء القديم او الجديد. لا وكمان اول لاعب يسجل ثلاثيه في نص نهائي كاس الاتحاد الانجليزي في تاريخ البطوله في ويمبلي منذ أليكس داوسون في مارس 1958. وكمان صنع محرز 3.4 فرصه لكل 90 دقيقه في دوري ابطال اوروبا عام 2022 2023، وده اكتر من اي لاعب اخر في المسابقه في الموسم الماضي. وكمان ساهم محرز في هدف في كل 112 دقيقه للمان سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز. فتره محرز مع المان سيتي ما لقيناش فيها حد افضل من ساحر العرب الا قليل، ففي جميع المسابقات سجل محرز 78 هدف وصنع 56 اخرين خلال 5 سنوات اللي قضاهم مع النادي، وده خلاه واحد من 3 لعيبه بس اللي معاهم اكتر من 75 هدف واكتر من 50 تمريره حاسمه في الدوري الانجليزي الممتاز، وده طبعا بجانب محمد صلاح نجم ليفربول وسون من توتنهام. كمان سجل محرز من الركلات الحره المباشره خلال ال5 سنوات اللي قضاها مع السيتي اكتر من اي لاعب تاني في الوقت ده. ببساطه رياض محرز عباره عن لاعب متكامل عمره ما خيب امال اي حد من زملائه ولا مشجعينه ابدا، لانه بيبذل قصارى جهده حرفيا علشان يحافظ على ادائه وظهوره في افضل مستوى. وزي ما بيتقال على طول، الاصعب من تحقيق النجاح هو الحفاظ على النجاح، لان تحقيق النجاح بيجي نتيجه العمل الشاق لفتره قصيره، اما الحفاظ عليه فده عمليه طويله الاجل محتاجه انضباط متكامل والتزام مستمر. لو عاوز تحافظ على نجاحك يجب عليك انك تبقى ثابت من خلال التدريب المستمر والتطوير المتواصل لمهاراتك ايا كان مجال عملك، زي ما رياض محرز عمل بالظبط في كرة القدم. لو عجبك اللي بنقدمه اعمل لنا بس لايك واشتراك للقناة وفعل جرس التنبيهات. اشوفك في حكاية جديدة. سلام يا صاحبي.